عارف أصعب شعور ممكن يمر على البني آدم؟ إنك تصحى من النوم تفتكر إن كل حاجة لسه زي ما هي وإن الشخص اللي بتحبه لسه موجود، لكن الحياة بتخبطك. تكتشف إن هو مشي وساب مكانه فراغ عمره ما هيتلم. في ناس وجودها في حياتنا كان أمان، مش مجرد شخص، لأ، كانوا البيت، الصوت اللي يطمنك والضحكة اللي تهديك والحضن اللي كان بيصلح كل حاجة الدنيا بوظتها. مش لازم إن هو يتكلم، كان بيكفي بس الحضن بتاع الشخص ده. ولما بيروح الدنيا ما بتقفش، ودي المشكلة، إن الحياة بتكمل عادي جدا والناس بتضحك، الشوارع زحمة، الوقت بيجري، إلا أنت واقف عند آخر موقف وآخر صوت وآخر مرة شفته فيها. تحاول تبان طبيعي، تنزل، تشتغل، تتكلم، تضحك حتى، بس جواك حاجة ماتت بعد ما هو مشي. مفيهاش حاجة في الفقد، إن الناس شايفاك عادي، محدش بيشوف اللي انت فيه. الناس بقت فاكرة، يعني الناس فاكراك انك بقيت أحسن عشان بتشتغل، بتتحرك، بتمشي، بتضحك. تحديدا كل حاجة بترجع، الصوت، الذكريات، الكلام القديم، حتى التفاصيل الصغيرة بتقتل. مكانه على السفرة، صورته، طريقة كلامه، الحاجات اللي انت كنت بتعتبرها عادية في يومك معاه بقت عبارة عن أمنيات نفسك إن هي تتحقق بس صعبة. تلاقي نفسك بتكلمه بس من جواك، تحكي له، يعني تحكي له كأنه سمعك، تحكي له عن يومك، تقول له إنك تعبت، إن الدنيا بقت صعبة وخلاص. الدنيا، في ناس هتقولك إن الوقت بينسي، بس الحقيقة الوقت ما بينسيش ولا حاجة. كل دي خرافات. ازاي هتقوم كل يوم في جزء من حياتك ناقص، في شيء مهم او في شخص مهم ناقص، ناقص من معاك، ناقص من حياتك، الجزء ده ناقص منك انت شخصيا. ويمكن اصعب شعور فعلا ان يكون عندك 1000 كلمة نفسك تقولها، لكن الشخص الوحيد اللي كان بيسمعك مبقاش موجود. انا مش زعلان عشان هو سابني، انا زعلان عشان الدنيا بعده بقت صعبة. الدنيا عمرها ما رجعت زي الاول، بالعكس، الوقت بقى بيعدي ببطء، الذكريات كلها عمالة تتجمع في وقت صعب جدا. بقى صعب ان انا مثلا اعيش حياتي، ان حتى الاماكن اللي ممكن اعدي منها افتكره حتى لو بموقف بسيط. انا كان نفسي ان هو يكون موجود عشان اقول له قد ايه ان انا بحبه، عشان احكي له اللي كان نفسي احكيه له بس كنت خايف، عشان اسمع صوته واسمع نصايحه ليا. بس للاسف انا لسه عايش بس هو مش موجود.